مساء الخير يا رب، ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. خليت هنا دهين او لي او وش عندكم حتى اسوي الشوربة. عندي هنا العدس اليوم حابة اسويه بهاي الطريقة، ما خلطته يعني بالخلاط. وهنا عندي التوابل راح اضيفها. عندي بهارات جدير، عندي كركم وملح قليل، وعندي فصين ماجي، وهنا كزبرة وفلفل اسود هما اللي راح اضيفهم. عندي هنا البصل حتى نسوي الشوربة. اول شي راح ابدأ بالشوربة، نسوي شوربة العدس كلش طيبة ويا الفطور، يعني لازم نسويها. بس ان شاء الله بس عندي زيت ندهن شوية يحمى حتى ان اضيف هسه البصل. اضيف البصل وراح اقليه. هنا راح اخلي الماجي بهاي الطريقة. العدس اللي ما حابة اضيفه على الدهن ضباط اللي يتقلى شوي ما راح يعني هيك. راح اضيف ذولا يتقلوا ويا البصل والماجي ضفته هنا. هنا تقلى البصل عندي، راح اضيف كل التوابل والملح، اقلبهم فد شوية وياهم، وراح اضيف عليهم العدس والماجي اللي بطيناه هنا بهاي الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. وراح اضيف اني مي، راح اضيف مي وياه، اضيف مي على العدس، وهنا راح اضيف مي حار عليه. اضيف مرتلخ، وها هي راح اغطيها واتركها تستوي عندنا، وراح اسوي الطبخة الثانية. وهنا راح نضيف نمايتين البصرة تنطي نكهة كلش طيبة، والتوابل اللي ضيفتها تنطي نكهة كلش طيبة للشوربة. وهنا عندي أجنحة الدجاج غسلتها ونظفتها بهذا الشكل. عندي هنا بصل، عندي هنا توابل راح اضيفها نفس التوابل اللي قبل شوي ضفتها للشوربة. بهارات جدير، ملح، كزبرة، فلفل اسود، واثنين ماجي. وعندي هنا الطماطم اللي راح اعصرها واضيفها عليه. وعندي هنا معجون او صلصة الطماطم، معجون طماطم. فهسه راح اقليهم. هنا اقلب اجنحة الدجاج. هنا مسوية حبة فراح اخليه على الدجاج. هنا ضفت اثنين من البصرة، راح اضيف البصل، وبعدين اضيف معجون الطماطم، العفو الطماطم اللي سويناها عصير طماطم. هسه راح اقلب ان شاء الله، بعدين نضيف من التوابل. هنا راح اضيف التوابل، بس اول شي راح اشيل دول اخليهم بعصير الطماطم، وراح اضيف ذولي على نضيفهم على التقلى تنطي نكهة كلش طيبة. هاي التوابل لما نضيفها هنا تنطي نكهة كلش طيبة بالطبخ. بس راح اخلطهم فد شوية واضيف عصير الطماطم. هنا راح اضيف عصير الطماطم فد شوية يحمس عصير الطماطم ويا الدجاج. اضيف المعجون والمي. هسه هاي ضفت مي بصرة، اتركهم في 5 دقائق واضيف عليهم المعجون والمي. مي حار بارد كيفكم، بس التوابل اللي ضفتها ضرورية تنطي نكهة كلش طيبة. وهنا راح اضيف معجون. عندي هاي معجون ضفت تقريبا خاشوقتين، وراح اضيف عليهم مي، خاشوقتين اكل او ملعقتين اكل. راح اضيف مي عليهم. وهنا راح اضيف الحمص المبروش اللي سلقته، ينطي نكهة كلش طيبة. والمعجون شد حابين تضيفوا ضيفوا. انا ضفت تقريبا ملعقتين اكل او ملعقتين ونص اكل معجون او خاشوقتين ونص. هسه هاي الدجاج راح اقطع عليه طباخ واتركه ان شاء الله لحد ما يستوي. شوربتنا تقريبا استوت همينة، طفيت عليها الطباخ. وهنا لما يستوي ان شاء الله يكمل فطورنا ان شاء الله. كاملة ان شاء الله نشوف شلون. وهنا طبخت التمن. كنت اصور لما ضفت الدهن، نضيف الدهن حور،
ولما ضفت الملح وضفت التمن بس فصل عندي الموبايل وما صور يعني. فهسه راح اصور وانا مكملته، يعني ضايفه الملح وضايفه المي ومنقعه قلاصين ونص تمن. هسه ان شاء الله راح يكمل فطورنا لليوم. عندي هنا التشريبه كملت، وعندي هنا الدجاج كمل ان شاء الله. ما بقى شي عندي، بس اهدر التمن ان شاء الله. فد شويه يكمل التمن عندي واهدره ويكمل فطورنا. وهنا فطورنا كمل، وهاي الدجاج صار بهذا الشكل، وهاي الشوربه والزلاطه والتمن الدهن حور والحكاكه هاي. وهاي تمر، نزلت فيديو التمر شلون نسويه قبل اسبوع هيجي ويا الفطور. وهاي فطورنا لليوم، ويا رب ان شاء الله يعجبكم. واذا عجبكم فطورنا لليوم لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل فيديو انزله، ومع الف عافية.